الا شريتي صفحه بالعوائد ديالها او لا بروفايل بالعوائد ديالو وكان محقق الربح، ضروري خاصك دير هاد الخطوات هادو باش الفلوس يبقاو يجيوك انت وما يجيوش لمولاهم من الاول. وهاد الطريقه هذه الاغلبيه ديال الاخوان تواصلوا معايا عندهم مشكل ان الارباح كيجمعوها من بعد ما شراو ديك الصفحه بالعوائد ديالها، وكيوليو دوك الفلوس كيدوزو لمولاها الاول وانت ما كيدوز لك والو. تبع معايا هاد الخطوات اللي غندير انا ديرو انت، وهكا واخا تشري الصفحه بالعوائد ديالها محققه الارباح ما عندك حتى شي مشكل. غتغير غير هاد المعلومات هادو اللي غادي نوريك، هما ساهلين، وهكا فلوسك غادي يجيو عندك الكونت ديالك كل شهر. فكنتمنى انكم ديروا لنا لايك مره اخرى، ولا عندك اي استفسار خلي تعليق، ولا بغيتوا خدمه ديال تحقيق الشروط راه كاينه بجوده عاليه والمواكبه بطبيعه الحال حتى كتفعل الربح. منين كنشريو شي صفحه ديال الفيسبوك او لا شريتي شي صفحه ديال الفيسبوك او لا حساب بالوضع الاحترافي اي واحد باعوا لك، هنا ضروري انك خاصك تتاكد بان المعلومات كلها غيرتيها. بمعنى ان اللي كيهمني حنا في حساب عوائد هو الحساب البنكي، وهذا الحساب البنكي كيخصك ضروري دير نتاعك بما فيها 24 رقم سويفت كود والسميه ديالك الاولى والثانيه، وهذا الشيء كما مكتوب عندك في الكونطرا ديال البنكه ديالك اللي انت فاتح فيها الحساب كما غادي تحطوه هنا، وهو اللي غنشرح لكم ان شاء الله في هذا المقطع هذا. اول حاجه كما كتشوفوا الاخوان، واخا نجيو لهنا لحساب العوائد ونضغطوا على هذا السهم كنلقاو هنا الحسابات ديال العوائد بنفس الاسم. هذا الشيء ما كيهمناش وما عنده حتى شي اشكال، لكن اللي مهمه الاخوان بزاف نضغطوا هنا على هذه الاعدادات هذو كما كتشوفوا كنبركوا عليها بهذا الشكل. هنا كيجيب لنا الاعدادات بما فيهم كل المعلومات، العنوان وفين كتسكن وشكون انت وشكون الادمين في هذه العوائد والى غير ذلك. اول حاجه هنايا كنجي للبنكه، على سبيل المثال انا هذه البنكه التحتانيه بغيت نغيرها ما تبقاش. ردوا معايا الاخوان البال مزيان، راه هذا الشيء مهم. ملي كنشري حساب عوائد يكفي انني نبدل الحساب البنكي وخصو يتقبل من غير هذا الشيء كامل. ما عندي ما ندير بالشيء الاخر، المعلومات كاع اللي كاينين هنا هاد لي طاب كلهم اللي كاينين هنا ما عندنا ما نديرو بهم. فقط يمكن لي اننا نغير هنا الجيميل، نغير النمره ديال الهاتف صافي، ما باقي راه تيبقى هو وحتى اسم العوائد كيبقى في الاسم ديالو الاول ما يمكنلكش تغيره. هاد المعلومات راها مهمه وردوا معايا البال. اول حاجه كنضغطوا هنا على هذا السهم كنوجد هنا 24 رقم ديالي والسويفت كود والسميه الاولى والثانيه، نزيدوا هنا ضغطه واحده اخرى كما كتشوفوا الاخوان. هنا كيجيب لنا كما كتشوفوا ربط الحساب البنكي، كنضغطوا هنا على ربط هذه العلامه هذه كنعمروا هذه الخانه ومباشره كيدينا بشكل تلقائي. هنايا كما شنو كنديروا كنختاروا الدوله هي راه كتجينا بشكل تلقائي. هنا الاسم ديال صاحب الحساب البنكي السويفت كود وهنا 24 رقم. وهنا الاخوان بعد ما كنعمروا هذه المعلومات بشكل اللي هو صحيح، هنا كما كتشوفوا ربط طريقه تحصيل العوائد كنبركوا عليها. هنا تكون مكتوبه باللونجلي ولا بالعربيه راه هي عندها معنى واحد. ومن بعد كنكونوا غيرنا الحساب البنكي ولاو العوائد وحنا اللي غنتخلصوا وحنا اللي كنتحكموا فيهم بكل سهوله. الاخوان ما تنساوش لي لايك وبارطاجي باش كلشي يستافد. راه شحال من واحد كيشري حساب عوائد كيسحب له الفلوس غتجي عنده وهي الفلوس راه كدوز لواحد اخر. فانتبهوا، هاد الامور راها مهمه، فحاولوا تبارطاجيو الاخوان. راه بزاف ديال الناس مشموتين في حساب عوائد وما عارفينش كيفاش يتصرفوا، فحاولوا انكم توصلوا لهم هذا الفيديو بالبارطاج، والله اللي غادي يجازي كل واحد على حساب نيته. كما شفتوا الاخوان بطريقه سهله كنبدلوا الحساب ديالنا البنكي وبعض المعلومات اللي هي رقم الهاتف الجيميل، يعني المعلومات الاساسيه باش الفلوس كتوصل بهم. اما الاسم ديال العوائد وبزاف ديال المعلومات اخرى ما عندهم حتى شي مشكل، وخا يبقاو تما راه هانيه. ما تنساوش لي لايك الاخوان لهذا الفيديو هذا. تحيه لكم جميعا والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.